هتعمل ايه لو عايش مع شريك عمرك ولقيته تحول لشخص غريب بس مألوف؟ اللحظة اللي بتعدي ما بينكوا بتبعدكوا عن بعض أكتر. البيت ما بقاش فيه دفى زي الأول. ممكن تكونوا تحت سقف بيت واحد، بتشوفوا بعض كل يوم، بس مفيش حد شايف التاني بجد. وساعتها بيجي السؤال اللي بيخوف: اللي احنا وصلنا له ده بدأ من امتى؟ ده سؤال ممكن يكون مهم، بس الأهم إنك تعرف بتحس بإيه دلوقتي. بتحس بإيه وانت جوه دوامة النهاية التدريجية، النهاية اللي بتقرب منك كل يوم بس بخطوات بطيئة. بتحس إنك لوحدك جوه علاقة لسه شكلها قدام الناس كاملة، بس جواها فاضية، حاجة كده زي بيت من غير روح. والمشكلة الأكبر لما تبطل تضحك، لما تبقى مش قادر حتى تكون نفسك، لما تبطلوا تحاولوا. ساعتها شريك حياتك بيتحول لحد غريب بس مألوف. وده اسمه emotional drift، الانفصال الوجداني، اللي ممكن نسميه ببساطة النهاية التدريجية. النوع ده من النهايات ما بيعلنش عن نفسه، بيحصل كل يوم، بيحصل في التفاصيل الصغيرة اللي كان ليها طعم وخلصت. العلاقة هنا ما بتقفش فجأة، هي بتتبخر بهدوء. ورغم ان النهاية ما قالتش انها جاية بشكل واضح، بس كل يوم كانت بتقرب منك، وبيكون ساعتها جواك سلسلة من المشاعر، كل واحدة بتسحبك للتانية. الإحساس الأول: الإنكار. دماغك بتحاول تحميك. اللي بيعيش النهاية التدريجية مش بيقول فجأة إحنا خلصنا. اللي بيحصل إن دماغك بتحاول تحميك كل يوم، في كل لحظة تجاهل بتهزك من جواك، بس للأسف بتطبطب على نفسك، يمكن يكون مش واخد باله. الإنكار هنا مش بيكون غفلة، لأ، الإنكار أذكى من كده شوية. دي آلية دفاع، حماية مؤقتة من الانهيار، حاجة كده زي بنج روحي. بس المشكلة البنج ده مش بيشفي، ده بيخدر لحد ما تصحى متأخر، تلاقي نفسك جوه علاقة خلصت وانت لسه مستنيها تبتدي من جديد. الإحساس التاني: الحيرة. هو احنا بعدنا ولا لسه؟ بعد ما دماغك تبطل تحميك بتسأل نفسك 1000 سؤال في الدقيقة: هو اللي اتغير ولا أنا؟ هو زهق ولا دي مرحلة وهتعدي؟ بتفكر في حاجات صغيرة جدا، نظرة اتغيرت، رسالة ما تردش عليها، مكالمة اتأجلت وما رجعتش، وفجأة بقت كل حاجة من غير طعم. مش متخانقين بس مش متصالحين، مش منفصلين بس مش قريبين من بعض، مش بتكرهوا بعض بس في نفس الوقت مش بتحبوا بعض زي زمان. بتحس انك جوه اختبار، كل حاجة فيه مش مفهومة جواك، بتدور على إجابة تريحك، بس كل إجابة بتوجعك أكتر من التانية. وتبدأ تسأل: هو ده طبيعي ولا أنا بضحك على نفسي؟ الحيرة في النهاية التدريجية حاجة كده زي الشبورة، ما بتخليش قدامك واضح ولا بتسيبك تعرف ترجع. الإحساس التالت: التعب. في الأول كنت بتحاول تتكلم، توضح، تسأل، تشد العلاقة بإيدك، تحاول تحيي حاجة بتنهار قدامك ببطء. بس بعد شوية بتبتدي تحس بإحساس مختلف. بتحس إنك تعبت من التفكير والتفسير، تعبت من إنك تقول أنا كويس. النوع ده من التعب ملوش شكل واضح، وجعه ما بيبانش، مش انهيار بيحصل في لحظة، ده نزيف صامت لطاقتك. تبقى قاعد قدامه ومش قادر تبدأ الكلام، ترد على سؤاله من غير نفس، تضحك معاه وانت من جواك مطفي. وكل ما تحاول تبقى تمام تحس انك بتمثل اكتر، فتتعب اكتر. ما بيكونش عندك طاقة توضح ولا حتى رغبة تشرح. الإحساس الرابع: غربة المشاعر. قلبك تعب فاختار يسكت. بعد فترة وانت عايش جوه متاهة النهاية التدريجية، لأنها دايما بتاخد وقت، بتحس بحاجة كده أغرب من الحزن. بتحس انك بقيت مش حاسس أصلا، لا فرحان ولا زعلان، لا قادر تضحك من قلبك ولا حتى قادر تبكي. بقيت نسخة باهتة من نفسك، موجود بس مش عايش. كل حاجة حواليك ماشية وانت من جوه كأنك متفرج مش مشارك. وبتبطل تتوقع من اللي حواليك أي حاجة، بتبطل تستنى كلمة، اهتمام، أو حتى حضن. وهنا
مش معناه انك عديت او بقيت قوي، معناه ان قلبك تعب من الزعل فقرر يطفي كل الأحاسيس علشان يحميك من وجع أكبر. الإحساس الخامس، الحزن الصامت. في النهاية التدريجية الحزن مش بيجي بانهيار، الحزن بيجي ساكت، بيجي يقعد جنبك كل يوم وانت بتتظاهر انك بخير مع انك مش كده. كل لحظة بتحاول تمسك فيها بقايا العلاقة بتخليك تحزن على نفسك أكتر. وهنا مش بتحزن بس على العلاقة، بتحزن على الطاقة اللي اتصرفت على كل الأيام اللي فاتت. الحزن الصامت وجعه إن مفيش حد بيسمعه، لأن شكله قدام الناس تحمل بس جواه انهيار تدريجي. وصدقني مش كل كتمان قوة. طيب وبعدين؟ بعد كل ده، بعد الإنكار والحيرة والتعب وغربة المشاعر والحزن، ممكن تلاقي نفسك وصلت لطريقين. هتستنى ولا هتمشي؟ ثانية واحدة كده بالراحة على نفسك. في طريق تالت اسمه الفهم. لما تفهم ايه اللي انت فيه وتتصرف ازاي معاه اكيد هتختار صح. علشان كده هنقسم الرحلة دي لمراحل علشان تساعدك تسترجع نفسك خطوة خطوة. كل احساس مريت بيه وانت جوه متاهة النهاية التدريجية كان بيعلمك حاجة حتى لو ما كنتش واخد بالك. الخروج من النهاية دي مش معناه أبدا إنك تنسى ولا تقسى ولا حتى إنك تبدأ بسرعة. اهدى شوية، افهم الأول، اكتب، استعد وارجع. ارجع لنفسك وصدقني نفسك أهم حاجة في حياتك. قبل ما تطلب من حد يفهمك انت محتاج تفهم نفسك الأول. الفهم هو أول طريق الخروج، مش علشان تحلل اللي حصل لكن علشان تتصالح مع اللي جواك. لما تفهم ايه اللي انت فيه وتتصرف ازاي معاه اكيد هتختار صح. علشان كده هنقسم الرحلة دي لمراحل علشان تساعدك تسترجع نفسك خطوة خطوة. المرحلة الأولى، افهم. أول خطوة حقيقية في طريق التعافي مش إنك تنسى لكن إنك تفهم نفسك. تفهم انت بتتعامل ازاي في العلاقات، ايه اللي بيخوفك وايه اللي بيخليك تقرب. علشان كده مش كفاية نحكي على اللي حصل، لازم تبص جواك تشوف انت مين من غير العلاقة دي. في اختبار علمي اسمه Big 5 Personality Traits أو الخمسة الكبار. الاختبار ده بيقسم شخصيتك ل5 سمات ومفيش فيه نتيجة كويسة أو وحشة. كل سمة فيه بتشرح لك طريقة حبك ووجعك وتعلقك. هسيب لك لينك مباشر للاختبار ده في أول كومنت، بس خد وقتك فيه، خد وقتك وانت بتقراه لأن كل نقطة فيه هتفتح لك باب جديد لفهم نفسك. المرحلة التانية، الاستقلال. لما العلاقة تبتدي تخلص قصادك ببطء طبيعي جدا انك تحس انك مش عايزها تموت. طبيعي تحاول تتمسك بيها اكتر، تحارب، تدافع وتدي اعذار لكل تجاهل وكل وجع كان جواك. بس هنا هيجي اهم قرار، انك تبطل تدي طاقتك لكل حاجة بتسحبك لتحت، ابدأ ادي طاقتك لنفسك انت. الاستقلال هنا مش معناه انك ما بقيتش تحب الشخص ولا انك بقيت قاسي او ناكر للعشر، معناه انك بقيت عارف ان انت تستاهل تكون محور حياتك مش حد تاني. لما بتبقى تستنى كل يوم رسالة، طبطبة، كلمة وانت شايل اليوم كله على امل رد فعل منه، يبقى انت سلمت مفاتيح سعادتك لحد، والمفروض دلوقتي ترجع تمسكها بايدك. اكتب كل يوم جملة بس لمدة اسبوع. مثلا اكتب انا موجود علشان حلمي ووصف حلمك، او انا عايش حياة بحبها واشرح شكل الحياة اللي انت بتحبها. وانت بتكتب الكلام ده لازم تكون مصدق انك حر. المرحلة الثالثة، المسافة. لما تكتشف ان العلاقة بتموت بهدوء اول حاجة بتحس بيها انك عايز تجري اكتر، تحاول تلحق، تبعت اكتر، تتكلم اكتر، تثبت انك موجود بأي طريقة. بس الحقيقة كل ما قربت اكتر كل ما الشخص اللي قصادك بيحاول يبعد اكتر وانت مش واخد بالك. بس هنا بيجي اهم وقت انك تنظم المسافة بينك وبين الطرف التاني. مش تسيب الطرف التاني هو اللي يحدد قربك او بعده عن حياته. بدل ما تستنى رسالته طول اليوم خلي يومك مليان بتفاصيل تخصك انت،
بدل ما تحسب هو بعتلي امتى، خلي وقتك ليه قيمة ليك، مش انتظارك ليه. اوقات اكبر خطوة بتحميك انك تتعلم تمشي خطوة لورا مش خطوة لقدام. المرحلة الرابعة، الاستعداد. اوقات النهاية بتيجي مش بصوت عالي ولا باب اتقفل في وشك مرة واحدة. اوقات النهاية بتيجي وانت لسه قاعد قدامه كل يوم، نفس الكوبايات على السفرة، السرير اللي بقى فيه مسافة ما بينكم اكبر من الشقة كلها، كل واحد لابس ملامحه القديمة، بس كل واحد فيكم جواه غربة ملهاش تفسير. وهنا لازم تسأل نفسك بهدوء، امتى آخر مرة حسيت ان البيت كان دافي بوجوده مش بس شكله؟ امتى آخر مرة حسيت انه شريكك مش مجرد ساكن معاك في العنوان؟ لو الإجابات وجعتك يبقى جه وقت التغيير، والتغيير هنا انت الشخص الوحيد صاحب القرار فيه. اللي بيحصل ان احنا بنحاول نصبر، نتغافل، نكمل، يمكن التغيير يجي، بس ساعات اللي بيتغير هو إحساسنا. والنهاية التدريجية أنا عارف إنها مؤلمة بجد، لأنها بتحصل كل يوم وإنت فيها شايفها ومش قادر تغيرها. بس عايزك تعتبر إن الألم هنا مش نهاية، الألم هنا جرس تنبيه، بينبهك إن في حاجة جواك بتقولك إنك تستاهل أكتر. ممكن تكون في علاقة خلصت أو ما خلصتش، مش ده المهم. المهم إنك تتأكد إن قلبك لسه شغال وعقلك بيحاول يفهم وروحك لسه قادرة تقوم. خد وقتك، وخطوة خطوة هترجع لنفسك، واللي بيرجع لنفسه صدقني عمره ما بيكون خسران. سلام.